الحلقة اللي فاتت على الذكاء العاطفي وازاي يبقى عندنا وعي بنفسنا ووعي بالآخرين عشان نقدر ان احنا نسيطر على مشاعرنا ويكون لنا سلوكيات متزنة تساعدنا ان احنا ننشئ او نخلق علاقات متزنة وعلاقات فعالة وبناءة مع الآخرين. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي وهو موضوع التواصل الفعال. في الأول عايزين نعرف يعني ايه تواصل. هقول لكم على مفاجأة، أول مرة أفهم موضوع التواصل ده استغربت قوي من تعريف اللي قاله الدكتور ساعتها. قال إن التواصل مش إن أنت توصل معلومة بشكل صح، لا، قال إن الناس ما تفهمكش غلط. ده أول درجة من درجات التواصل الفعال، إن الناس ما تفهمكش غلط. طب هو إيه التواصل أصلا؟ التواصل هو قدرتك على توصيل أفكارك ومقترحاتك ومشاعرك اتجاه الآخرين بطريقة واضحة يفهمها الطرف الآخر. والاتصال يمكن من المهارات الأساسية لأي ليدر ناجح ولأي إنسان ناجح، مش بس ليدر. لو جينا شفنا أي إنسان ناجح وشفنا إيه معادلة نجاحه، هتلاقي سبب رئيسي منها هو قدرته على التواصل بفعالية، قدرته على إنه هو يوصل المعلومة ويوصل مشاعره للطرف الآخر. ويمكن قصة مشاعره دي بالنسبة لنا مش واضحة قوي. هو أنا مش بوصل بس كلام؟ لا، عايز أقول لحضرتك إن الكلام اللي أنت بتقوله ده مفاجأة ليك، هو بيمثل 7% فقط لا غير من فهم الناس ليك. أمال ال 93 التانيين دول راحوا فين؟ 93 دول متقسمين 55% على لغة الجسد، البادي لانجوج بتاعتك، يعني وقفتك، حركة إيديك، الاتصال البصري بتاعك، حركة راسك. كل الحاجات دي بتمثل 55% من فهم الناس للي انت بتقوله. وال38 الباقيين على نبرة صوتك. نبرة صوتك هي بتمثل جزء كبير من فهم الناس ليك. ايه ده؟ 7% بس على الكلام؟ ايه ده؟ يعني انا النهاردة مش قصة انا بقول ايه، القصة انا بقوله ازاي؟ ايوه، لان انت ساعات كتير بتقول كلام حلو قوي لكن بطريقة بتخلي الطرف الآخر يفهمك بشكل تاني خالص. هبدأ أقول لكم دلوقتي على 4 شخصيات ليهم 4 أنواع من التواصل، وعايزين نكون أنهي واحد فيهم، وهنشرح كل شخصية فيهم بالتفصيل. أول شخصية فيهم هي الشخصية الباسيف أو الشخصية السلبية. والشخص الباسيف أو الشخص السلبي شخص النهاردة لما بيجي يتكلم مع الآخر في أي موقف ما يعجبوش تلاقيه بيخاف إنه يتكلم، ولو اتكلم تلاقيه بيتكلم بصوت غير مسموع، وتلاقي النهاردة مفيش أي ثقة في طريقة كلامه أو في تعبيره عن نفسه. وتلاقيه كمان لو حصل موقف شديد أو موقف صعب ممكن ينسحب أصلا من المناقشة، وتلاقيه خد جنب وانعزل لوحده. الشخص ده كمان ما بيعرفش يوصل معلومة، ما بيعرفش يوصل مشاعره، فتلاقيه دايما يبصص في الأرض، يتلاقي عينيه عمالة تروح يمين وشمال، ما يقدرش يثبت نظره في نظر اللي قدامه. عنده شعور جواه انه اقل من الطرف الاخر، وعنده مبدأ انه هو الطرف الاخر بخير وانا مش مهم. ليه؟ لانه شايف نفسه اقل من الطرف الاخر. ممكن يأذي نفسه ويأذي مشاعره بس ما يأذيش الاخرين. وغالبا الشخص ده لما بيكون في مجموعة ما بيكونش على دراية بالاهداف، ما بيكونش ليه مشاركة ومساهمة فعالة مع الفريق. بعض الامثلة للكلام ده، انت ممكن تدخل في مكان وتلاقي نفسك النهاردة في ناس بتدخن يمين وشمال، وانت حتى مش قادر تقول لهم بعد اذنك ممكن بلاش تدخن جنبي، او المكان ده ممنوع فيه التدخين. ممكن في بعض الاحيان بيحصل الكلام ده. ممكن النهاردة شخص يقول كلمة تجرحك وتحرجك قدام الناس وانت تلاقي نفسك ما بتردش. طيب الشخص الباسيف ده هو شخص قلنا عنده مبدأ ان انا مش مهم والطرف الاخر هو المهم. الشخص التاني او النوع التاني من التواصل هو الاجريسيف. والشخص الاجريسيف لما يجي يتكلم تلاقيه صوته عالي، تلاقيه يقاطع الطرف الاخر، تلاقيه النهارده بيستخدم بادي لانجويج او لغة جسد فيها شيء من الترهيب للطرف الاخر. يعني ممكن يرفع حواجبه، ممكن النهارده يبرق، ممكن يضم ايديه، ممكن تلاقي وقفته بتمثل تهديد للطرف الاخر. بيحاول انه يفرض سلطته على الطرف الاخر بالتهديد والترهيب. ممكن يقود مجموعة،
ممكن يبقى قائد يعني بيحقق نتائج، بس ده على الشورت تيرم ليه وقت قليل، وبعد كده هتبدأ بقى تلم من وراه كتير. ليه؟ لأن الناس مش هتحب تشتغل معاه ولا هتحب ان هي تتعامل معاه، لأنه شايف نفسه دايما أعلى من الناس، شايف نفسه هو الوحيد اللي بيفهم، هو الوحيد اللي عنده المعلومة وعنده الصح وعنده الرؤية ومحدش غيري بيفهم. ومبدأه في الحياة أنا بخير أنت مش مهم، فهو بالنسبة له win lose، أكسب والطرف التاني يخسر. النوع الثالث بقى من التواصل هو النوع الأخطر بالنسبة لي، لأن ده عامل كوكتيل عجيب كده من اللي فاتوا، وهو الباسيف اجريسيف. فهو شخص بوشين، شخص يبين لك إن هو مغلوب على أمره ومبتسم وإنه راضي عن كل حاجة أنت بتقولها، بس هو في الحقيقة ولا هو راضي ولا هو معاك، هو عنده قناع لابسه عشان يقنعك إن هو معاك في كل اللي انت بتقوله وان هو مغلوب على امره. الشخصية دي دايما بتشتكي ان هي مقهورة ومظلومة ومش واخد حقه والناس كلها جاية عليه، وان هو دايما بيدي للناس والناس مش بتديله، فدايما بيبقى عنده خطة للانتقام. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة تقول له على حاجة ويقول لك اوكي، لكن هو دايما بيبقى عنده خطة ازاي يعمل عكس كده. فمثلا لو هو حد معاك وانت قلت له انا عايز منك حاجه معينه، مش هيقول لك لا، يقول لك حاضر وعيوني الاتنين، بس قبل الحاجه دي ما تحصل بساعات معلش انا اسف عندي ظرف معين ومش هقدر اجي، او انا عندي ظروف فمش هقدر ان انا اكون معاك في اليوم ده، وهكذا. لو ادالك حاجه بيبقى مستني ياخد 3 اضعافها. فالشخص ده لو موجود عندك في التيم خد بالك منه كويس قوي، لان انت مش هتعرف توصل له بسهوله ومش هتشوف الوش الحقيقي بتاعه ليه. وعلى فكرة دايما هتلاقيه بينتقد كل الناس اللي حواليه بما فيهم الليدر، وهينتقد كل الجروب، ودايما بيرمي باللوم على الآخرين ومش فارق معاه حاجة. على فكرة يعني هو ده مشكلته، انه حتى هو شخصيا مش فارق مع نفسه، فده مبدأه لوز لوز، انا خسران وانت خسران مش فارق معايا. ليه؟ لان انا حاسس ان انا مقهور وان انا مش هاخد حقي غير بالطريقة دي. لكن خلونا نشوف النوع الرابع واللي احنا عايزين نوصل له، هو الشخص الاسيرتيف او الشخص الحازم. الشخص ده بيكون عنده القدرة على التعبير على افكاره ومقترحاته ومشاعره بشكل واضح وبدون خوف وبدون قلق، ودايما بيكون عنده احترام وعنده لباقة في التعبير، شايف نفسه ان هو ايكوال او مساوي للاخر. مبدأه ان انا اكون بخير وانت كمان بخير، وين وين. فدايما النهارده تلاقيه شخص واثق من نفسه، شخص النهارده بيبان عليه التعبيرات الصحيحه. يعني لو متنرفز ممكن تلاقي وشه بيعبر عن كده، لو هو مبسوط هتلاقي وشه بيعبر عن كده، هتلاقي وش واحد مش هتلاقي وشين. وما بيضحيش لا بنفسه ولا بالاخرين، بيكون شخص ناجح، شخص عارف الاهداف، عارف الطريق، بيشجع اللي حواليه، لما في حاجة بتضايقه بيقول، بس بيحترم دايما الشخص الآخر. أهم حاجة بتميز الشخص الاسيرتيف إنه بيعرف يقول لأ، بس بيعرف يقول لأ إمتى، ولما بيقول لأ بيقول لأ ليه، ولما بيعترض بيعرف يعترض، بس بيعرف يعترض بدون ما يخسر الطرف الآخر. ويمكن من ضمن أكتر الصفات المطلوبة في أي إنسان ناجح ومؤثر سواء كان شخص عادي أو ليدر، إن هو يكون شخص assertive، شخص حازم. وعلى فكرة الحزم مش بعلو الصوت ولا بتبريق العين ولا برفعة الحاجب، الحازم إنه يعرف يتواصل مع الآخرين بشكل فيه احترام وفيه جرأة محسوبة. كل حلقة بناخد تدريب، النهاردة هتكلم معاكم في كام نقطة يساعدونا إزاي نكون أشخاص حازمين، نعرف نعبر عن رأينا بدون ما نخسر الآخرين. أول حاجة محتاج تعرف أنت عايز إيه. يعني إيه عايز إيه؟ يعني أنا النهاردة داخل المناقشة دي عايز إيه من المناقشة دي؟ أنا عايز أثبت إن أنا الصح، ولا عايز أقرب وجهة النظر ما بيني وما بين الشخص الآخر، ولا عايز أصلح سلوك معين؟ يبقى أول حاجة لازم تعرف نيتك إيه بالظبط من المناقشة أو من القعدة اللي هتقعدها دي. تاني حاجة لازم تقول بوضوح أنا، ده رأيي أنا، مش تقول هم بيقولوا، أصل هم شايفين، أصل مفيش كده.
انا رأيي كده، انا شايف كده. ليه؟ لان انا بقول او انا شايف دي فيها تحمل مسؤولية للي انت بتقوله، وفيها جرأة وفيها ثقة بنفسك لان انت عارف انت بتقول ايه. تالت حاجة، لازم تدعم انت بتقول ايه بتقوله ازاي، وده اللي احنا قلنا عليه في اول الحلقة. لازم البادي لانجويج بتاعتك تبقى واضحة، ولازم النهاردة التون اوف فويس بتاعك يبقى واضح. يعني لغة الجسد بتاعتك تقدر تساعدك على اللي انت بتقوله، لان انت ممكن ساعات تقول حاجات الكلام اللي انت بتقوله صح جدا ما فيهوش اي حاجة، ولكن لغة الجسد بتاعتك مش معبرة كفاية او بتوصل رسالة معاكسة للي انت بتقوله. بعد كده الحاجة المهمة ان انا لا اتلون ولا اتلاعب. خليك دغري، خليك دايما على النقطة اللي انت عايز تتكلم فيها، وفي نفس الوقت ما تسمحش للشخص التاني انه يتلاعب معاك او يتلون معاك. فركز على نقطة واحدة وركز على الموضوع، ما تركزش على الشخص، لان احنا تركيزنا دايما في اي مشكلة هو مين اللي غلطان. لا، الشخص الاسيرتيف، الشخص اللي عايز يحل، يشوف المشكلة نفسها ايه وازاي نوجد حلول للمشكلة دي. جزء مهم قوي جزء الاستماع. الشخص الاسيرتيف بيسمع، وبيسمع يعني بإنصات، مش بس بيسمع بفاعلية. بيسمع للشخص الآخر بيقول ايه، بيسمع للقيم الشخصية للطرف الآخر اللي بتبان في الحديث بتاعه، بيسمع لمشاعر الطرف الآخر عشان يقدر يحدد بالظبط الرد المناسب وازاي يقرب وجهات النظر. ودايما بيبقى عنده نية ان احنا نوصل لحل وسط والموضوع يبقى وين وين. لكن اوعى النهارده تخرج من الحلقة بكلمة ان انا اي حد هيكلمني هقول له لا. لا ليه؟ مش عارف، بس لا. لا، احنا ما بنقصدش كده خالص. عايزينك تقول، لو هتقول لا تبقى عارف بتقول لا ليه، لو بتعترض تبقى عارف بتعترض ليه، واهم حاجة تبقى بتفكر في مصلحتك ومصلحة الطرف الاخر، وان انت لا انت اكثر اهمية منه ولا انت اقل اهمية منه. فدايما بص على مصلحة الطرفين، وبكده الدنيا هتمشي بشكل كويس قوي، والامور هتمشي بشكل كويس، والعلاقات دايما ما بينك وما بين الاخرين هتكون علاقات متوازنة وعلاقات بناءة وفعالة مفيدة ليك وللمجموعة اللي انت فيها، اينما كنت، سواء في الشغل او في خدمة او في البيت.